تخيل ايه اللي يحصل لو قوة اقدم من الآلهة نفسهم رجعت للحياة تاني. ساعتها حتى ثور هيحارب معركة عمره ما كان مستعد ليها. وده ملخص الجزء التاني من سلسلة افلام ثور اللي بنشوف فيه ثور بيواجه قوى الظلام اللي مدفونة بقالها آلاف السنين. ولو القوة دي صحيت بالكامل مصير الكون كله هيبقى على محك. بيبدأ الفيلم في زمن قديم وبنكون في كوكب الظلام، وبيكون ملك الكوكب ده شخص اسمه مالكيز. وبنعرف ان مالكيز عاوز ينشر الظلام في الكواكب التسعة، وده عشان يسيطر عليهم كلهم ويحكم الكون. وبيكون مالكيز بيستخدم سلاح قوي جدا، والسلاح ده قوة قديمة من الدمار اللانهائي واسمها قوة الإيثور. وبيكون مالكيز مستني ظاهرة كونية تحصل علشان يستخدم قوته، والظاهرة دي هي ظاهرة تقارب الكواكب التسعة واللي بتحصل كل 5000 سنة. وبيكون مالكيز عاوز يستغل الظاهرة دي لأن الكواكب التسعة بيتحدوا سوا وبتتلغي كل الحدود اللي ما بينهم، وهو هيقدر ساعتها ينشر الظلام في الكواكب دي ويستخدم قوة الإيثر في الكواكب التسعة في وقت واحد. ولكن مالكيز بيتفاجئ لما بيلاقي كوكب أسجارد بيهجم على كوكبه، وبنعرف إن الملك بور أبو الملك أودن هو اللي بيقود الحرب دي ضد مالكيز، وده عشان ينقذ الكل من شره. وبتدور حرب قوية ما بين الجيشين، وبتنتهي الحرب بانتصار جيش الملك بور. وبيقدر الملك بور إن هو يستولي على قوة الإيثور، وساعتها بينسحب مالكيز من المعركة وبياخد المساعد بتاعه اللي اسمه الجرين، وبيركبوا سفينة فضائية وبيهربوا. وبعدها بيجي واحد من جنود أسجارد وبيسأل الملك بور لو هياخد قوة الإيثر معاهم على مملكة أسجارد، ولكن الملك بور بيرفض، وده لأن هو بيكون خايف على مملكته من خطر قوة الإيثر. وعشان كده بيأمر الجندي يحتفظ بقوة الإيثر في عمود من الصخر ويخبيها في مكان بعيد جدا عشان محدش يقدر يوصلها بسهولة. وفي الوقت الحاضر بيكون جنود مملكة أسجارد قبضوا على لوكي وبيكونوا رايحين بيه عند الملك أودن أبوه، وده لأن لوكي ارتكب جرائم كتيرة في الكواكب التسعة الفترة اللي فاتت. فبيحاول لوكي ان هو ينكر كل جرايمه، وبيقول للملك أودن ان هو بيدور على حقه كملك من ملوك الكون. ولكن أودن بيفهمه ان هو عمره ما هيكون ملك طول ما الشر لسه موجود في قلبه. وبعدها بيأمر الجنود ان هم ياخدوا لوكي على السجن. وقبل ما يمشي لوكي بيسأل أودن عن ثور، فبيقول له ان ثور بيصلح وراه فوضى اللي هو تسبب فيها في كل الكواكب التسعة. وبيقول أودن ان بعد ما ثور يخلص مهمته هيبقى هو ملك مملكة أسجارد. وبنروح لثور اللي بيكون مع اصحابه، وبيكونوا في اخر حرب ليهم ضد الاشرار، وبكده بيكونوا قدروا ان هم يوقفوا الفوضى اللي حصلت في الكواكب التسعة بسبب لوكي. وبعدها بيرجع ثور لمملكة أسجارد وبيقابل ابوه أودن، وبيكون أودن مبسوط لان السلام رجع تاني للكون. وبيطلب أودن من ثور ان هو يستعد عشان يتولى عرش المملكة. وبنروح لكوكب الارض وبالتحديد في لندن، وبنشوف جين حبيبة ثور وبتكون قاعدة مع واحد صاحبها في المطعم، وبيظهر ان زميلها بيحاول يقرب منها، ولكن جين بتكون مش قادرة تتعامل مع زميلها ده لان هي لسه بتحب ثور على الرغم من ان هو غايب عنها بقاله سنتين. وفجأة بتدخل دارسي للمطعم وبتقول لجين ان الجهاز رصد اشارات غريبة في مكان معين، وان المكان ده في خلل في الجاذبية الارضية. وبتقول دارسي ان دي نفس الاشارات اللي هم رصدوها قبل كده وقت ظهور ثور، وده معناه ان ثور راجع تاني لكوكب الارض. وجين بتقوم وبتسيب زميلها وبتروح مع دارسي على المكان، وهناك بتتفاجئ جين لما بتلاقي الحاجات بتختفي في بوابات زمنية صغيرة. فبتمشي ورا الترددات دي وبتكون فاكرة انها تقدر توصل لثور، ولكنها بتتسحب جوه بوابة زمنية وبتتنقل لمكان تاني، والمكان ده بيكون هو نفس المكان اللي موجود فيه قوة الإيثور. فبتحب جين انها تستكشف المكان اكتر، ولكنها بتتفاجئ ان قوة الإيثور بتدخل جوه جسمها. فبتستغرب جين وما بتكونش عارفة ايه اللي حصل لها، وبعدها بتقع على الارض وبيغمى عليها. وفي اللحظة دي بيصحى مالكيز من النوم، وده لان هو حاسس ان قوة الإيثور اتحررت، وبيقف قدام رجالته وبيطلب منهم يستعدوا للحرب. وفي الوقت ده في مملكة أسجارد بيكون ثور واقف مع هندال ان هم صلحوا البوابة الزمنية اللي بيقدروا يتنقلوا بيها ما بين الكواكب، وده بعد ما ثور دمره في معركته مع لوكي قبل كده. وقتها بيطلب ثور من هندال ان هو يبص على كوكب الارض ويطمنه على جين. فبيقول له هندال ان جين بقالها فترة تدرس ظاهرة تقارب الكواكب لكنها اختفت فجأة من كام يوم وما بقاش قادر يشوفها في كوكب الارض. فبيقلق ثور على جين وبيقرر يروح لكوكب الارض علشان يطمن عليها. وفي الوقت ده بتفوق جين وبتلاقي نفسها رجعت للمكان اللي كانت فيه مع دارسي. ولما بتروح لدارسي بتتفاجئ ان الشرطة موجودة في المكان. فبتستغرب جين من اللي بيحصل وبتسأل دارسي عن السبب، وبتعرف جين من دارسي انها اختفت لمدة 5 ساعات
وعشان كده دارسي قلقت عليها وبلغت الشرطة، وبتتفاجئ جين ان ثور قدامها، فبتروح له وبتضربه بالقلم وبتتخانق معاه لانه ما رجعلهاش زي ما هو وعدها. وبيعرفها ثور ان الجسر اتدمر وعشان كده ما عرفش يرجع لكوكب الارض تاني، ده غير ان هو كان بيحل شوية مشاكل في الكواكب التسعة الباقيين. وبيعرفها ان هو بيعمل كل ده عشان يحمي الكون ويحميها هي كمان. وبيغير ثور الموضوع وبيسأل لو كانت كويسة، وبيقول لها ان نضال ما بقاش بيشوفها وده معناه ان هي بتعاني من مشكلة، ولكن جين بتقول له ان هي كويسة وما حصلهاش اي حاجة. وبتيجي دارسي وبتقطع كلامهم وبتقول لجين انها تروح للشرطة عشان تديهم اقوالها. واول ما الشرطة بيلمس جين بتخرج من جسمها طاقة قوية وبتدمر المكان كله، فبيجري عليها ثور وبيكون قلقان عليها جدا وبياخدها وبيرجع بيها على مملكة أسجارد. وهناك بياخدها ثور وبيروح بيها على غرفة المعالجة، وبيبدأوا علماء المملكة يفحصوا جسم جين، ولكنهم بيكونوا محتارين ومش عارفين نوع الطاقة اللي جوه جسمها. وفي اللحظة دي بيوصل أودن وما بيكونش عاجبه وجود جين في مملكته، وبيكون عاوزها ترجع تاني لكوكب الأرض. فبيحاول ثور يفهمه إن في طاقة غريبة جوه جسم جين وإن هو أول مرة يشوف الطاقة دي، ولكن أودن بيرفض يسمعه وبيصمم على رأيه، وبيأمر الجنود إن هم ياخدوا جين ويرجعوها لكوكب الأرض. ولكن أول ما الجنود بيلمسوا جين بتخرج منها طاقة تطيرهم في الهواء، فبيتصدم أودن وبيقرب من جين وبيحط إيده على دراعها، وبيستغرب جدا لما بيعرف إن قوة الإيثر موجودة في جسمها. فبياخد ثور وجين وبيروح بيهم على غرفته، وهناك بيوريه كتاب بيحكي عن قصة مالكيز ملك كوكب الظلام، وبيعرفوا إن مالكيز كان بيحاول يستخدم قوة الإيثر عشان يسيطر على الكون كله. وبيكون أودن مستغرب إزاي قوة الإيثر وصلت لجين، فبتسأل جين إذا كان في طريقة عشان تطلع الإيثر من جسمها، ولكن أودن بيقول لها إن الكتاب ما ذكرش أي حاجة عن الموضوع ده. وبننتقل لمالكيز اللي بيرجع على الجريد في بطنه وبيزرع في جسمه قنبلة، وبعدها بيخليه يتنكر في هيئة واحد من المجرمين، وده عشان يتقبض عليه وسط المجرمين اللي جنود مملكة أسجارد بيقبضوا عليهم. وبنعرف هنا إن مالكيز بيعمل كده لأن هو عارف إن قوة الإيثر موجودة في مملكة أسجارد، وبيقدر أرجريد يدخل مملكة أسجارد وبيتحبس في السجن. وفي اليوم اللي بعده بيكون ثور مع جين في القصر، وساعتها بتيجي فريجا ام ثور وبترحب بجين. وفي الوقت ده في السجن بيبدا الجريد ينفذ خطته وبيطلع القنبله اللي معاه واللي بيكون فيها قوه خارقه، واول ما بيمسكها بيتحول لوحش ضخم، وبعدها بيهجم على حراس السجن وبيقتلهم كلهم. وبيفضل الجريد ان هو يدمر السجن كله ويحرر كل المساجين. وبيظهر ان الجريد عارف ان لوكي ابن اودن وعشان كده ما بيحرروش من زنزانته، وبتحصل فوضى كبيره في السجن كله. وفي الوقت ده فريجا بتطلب من ثور ان هو يروح يشوف فيه ايه وايه اللي بيحصل في السجن، وبيطلع على السجن وهناك بيكون اصحاب ثور في معركه قويه مع المساجين اللي بيحاولوا يهربوا. واول ما بيوصل ثور بينضم لاصحابه في المعركه. في اللحظه دي بتوصل سفينه مالكيز وبيخرج منها طيارات كتير بتهجم على مملكه اسجارد، وما بتقدرش دفاعات المملكه ان هي تصد هجوم طيارات مالكيز. وبتوصل واحده من الطيارات للقصر الملكي وبينزل منها جنود مالكيز وبيهجموا على جنود مملكه اسجارد، واثناء القتال بيتحرر مالكيز ناحيه عرش المملكه وبياخد قنبله من واحد من جنوده وبيدمر العرش. وبعدها بيمشي مالكيز ورا احساسه بقوه الايثر لحد ما بيوصل لاوضه فريجا، وبتهجم فريجا على مالكيز وبتقدر تسيطر عليه، بتكون على وشك ان هي تقتله، ولكن بيجي الجريد بيضرب فريجا بالسيف وبيقتلها. وفي اللحظه دي بيجي ثور وبيهجم على مالكيز والجريد المساعد بتاعه وبيقدر يسيب مالكيز في وشه اصابه قويه جدا، ولكن الجريد بيتحرك بسرعه وبياخد مالكيز وبيهربوا قبل ما ثور يخلص عليهم هما الاثنين. وبعدها بيجي اودن وبيحزن جدا بسبب موت فريجا مراته، ويقرر ان هو يحط جين في الحبس عشان يستخدمها قطعه لمالكيز، لانه عارف ان مالكيز هيرجع تاني عشان ياخد قوه الايثر اللي جوه جسمها، وساعتها هو هيقتله وياخد حق فريجا مراته. فبيقول له ثور ان مالكيز وجنوده اقوياء جدا، وبيعرفوا ان هو هياخد جين ويروح بيها على كوكب الظلام، وده عشان يحارب مالكيز هناك ويخلص عليه، وبكده هو هيحمي شعب مملكه اسجارد من خطر الحرب ضد مملكه الظلام. ولكن اودن بيرفض وبيكون مصمم على رأيه وبيسيب ثور وبيمشي. وبالليل ثور بيقعد مع صحابه وبيقول لهم على اللي حصل ما بينه وما بين ابوه، وبيعرفوا ان مالكيز لو هجم على مملكه اسجارد هيدمرها بالكامل، وعشان كده لازم يهرب هو وجين من المملكه، وبيطلب من اصدقائه ان هم يساعدوه وهم بيوافقوا. ولكن بتفضل قدامهم مشكله، وهي ان اودن قفل الجسر، وبالتالي ثور وجين مش هيعرفوا يخرجوا من المملكه. ولكن ثور بيقول لهم ان في طريق سري محدش يعرفه غير اخوه لوكي، وبيفهم هنا اصحابه ان هو هيستعين بلوكي عشان يساعده، وبيكون كلهم معترضين لان لوكي ممكن يكون ثور
ثور وبيطلبوا منه ياخد حذره منه. وفي اليوم اللي بعده بيروح ثور وبيقابل لوكي في زنسانتو وبيقول له ان هو محتاج مساعدته عشان ينتقموا من مالكيز وياخدوا حق امهم. فبيوافق لوكي بدون تردد، وقبل ما يمشوا ثور بيحذره ان هو لو فكر يخونه هيقتله. واول ما بيخرج لوكي من الزنزانه بتاعته بيغير شكله وبيتحول لهيئه حارس السجن، وبيقدر هو وثور انهم يخرجوا من السجن من غير ما حد يحس بيهم. في الوقت ده سيف بتخدع الحراس وبتقدر ان هي تحرر جين، وبعدها جين بتروح للوكي وثور وبيهربوا من المملكه. وفي اللحظه دي اودن بيعرف ان جين وثور ولوكي هربوا من المملكه، فبيأمر جنوده ان هم يروحوا وراهم ويقبضوا عليهم. ولكن اصحاب ثور بيقدروا يعطلوا جنود المملكه لحد ما ثور يهرب هو ولوكي ومعاهم جين من طريق سري موجود جوه الجبل. وفي الوقت ده في كوكب الظلام الجريد بيقترح على مالكيز ان هم يهجموا على مملكه اسجارد، ولكن مالكيز بيقول له ان مملكه اسجارد ما عدتش مهمه بالنسبه لهم، وبيعرفوا ان الايثر في طريقه ليهم. وبعدها بيوصل ثور ولوكي وجين لكوكب الظلام، وبيكون مالكيز ورجالته في انتظارهم. وفجاه لوكي بيطلع خنجر وبيطعن ثور في بطنه، وساعتها بتتصدم جين من خيانه لوكي لاخوه وبتجري على ثور عشان تطمن عليه. وفي اللحظه دي ثور بيمد ايده عشان يسترجع المطرقه اللي بتكون وقعت منه لما كان بيقع من على الجبل، ولكن لوكي بيمسك ايده وبيقطعها قبل ما المطرقه توصل لها. وبعدها لوكي بيمسك جين وبيرميها قدام مالكيز وبيقول له ان هو في صفه دلوقتي وان هو طالب منه ان هو يكون ملك على اسجارد، وده بعد ما مالكيز يسيطر على الكون كله. وساعتها الجريد بيقول لمالكيز ان لوكي بقى عدو ثور، وده لان هو شافه في السجن وقت ما كان في مملكه اسجارد. فبيصدق مالكيز كلام الجريد وبيثق في لوكي. وبعدها مالكيز بيستخدم قوته وبيرفع جين في الهواء وبيبدا يسحب منها قوه الايثر. وفي اللحظه دي بيتحرك لوكي بسرعه وبيستخدم قوه السحر وبيرجع ايد ثور زي ما كانت. فبيمد ثور ايده وبيمسك المطرقه وبتخرج منها صاعقه بتدمر قوه الايثر قبل ما تدخل جوه جسم مالكيز. ولكن ثور ولوكي بيتصدموا لما بيلاقوا قوه الايثر بتتجمع تاني وبتدخل جوه جسم مالكيز. وبعدها مالكيز بيأمر رجالته ان هم يتخلصوا من ثور واللي معاه، وبيتحرك هو في اتجاه السفينه الفضائيه وبيركب وبيمشي. وبعدها بيرمي الجريد قنبله ناحيه ثور، فبيتحرك لوكي بسرعه وبيزق ثور بعيد عن القنبله وبتنفجر القنبله، وبيكون لوكي هيتسحب جوه ثقب اسود في الفضاء وبيطير ثور وبينقذ لوكي. وبعدها الجريد بينزل ضربه في ثور وبيديله ضربه بتطيره بعيد. اما باقي رجاله مالكيز فبيحاصروا لوكي، ولكن لوكي بيتحرك بسرعه وبيهجم عليهم وبيقدر ان هو يتخلص منهم كلهم. وساعتها لوكي بيشوف الجريد وهو بيضرب ثور ضربات قويه جدا، فبيتحرك بسرعه وبيهجم عليهم وبيقدر ان هو يطعن الجريد في ظهره، ولكن الجريد ما بيتاثرش بالطعنه وبيمسك لوكي وبيطعنه وبيرميه على الارض. وبيتفاجئ الجريد ان لوكي زرع في جسمه قنبله وما بيلحقش الجريد ينقذ نفسه والقنبله بتنفجر فيه وبيتدمر. وبعدها بيجري ثور على لوكي وبيكون حزين جدا عليه وبيقول له ان هو يحكي لابوه على شجاعته وبطولته. فبيقول له لوكي ان هو ما عملش كده عشان ابوه، وبعدها بيموت. وساعتها بيحزن ثور على اخوه اللي ضحى بنفسه عشان ينقذه من الموت. وبعدها بتحصل عاصفه قويه في المكان، فبيتحرك ثور وبياخد جين وبيستخبوا جوه جبل من العاصفه. وهناك جين بتقول لثور ان مالكيز هيروح على كوكب الارض، وده لان كوكب الارض هو مركز التقارب بين الكواكب. وساعتها مالكيز هينشر قوه الايثر ويدمر الكون كله. فبيحتار ثور وما بيكونش عارف يتصرف ازاي عشان هو عاوز يروح لكوكب الارض ورا مالكيز، ولكنه مش لاقي طريقه يروح بيها. وفجاه تليفون جين بيرن وبيكون زميلها في الشغل هو اللي بيتصل بيها. فبتفهم جين ان بسبب ظاهره اقتراب الكواكب كل الفواصل اللي ما بين الكواكب اختفت. وبتعرف جين ان المكان ده هو نفس المكان اللي كانت فيه قبل كده، وده لما اتسحبت جوه بوابه زمنيه وقوه الايثر دخلت جوه جسمها. فبتتحرك جين جوه المكان ده لحد ما بتلاقي بوابه مفتوحه بين الارض ومملكه الظلام، فبتدخل فيها هي وثور وبينتقلوا لكوكب الارض. واول ما بيوصلوا بتروح جين على المختبر وبتبدا تفكر هي ودارسي وايريك في طريقه يقضوا بيها على مالكيز. فبيتتبع ايريك مسار قوه الايثر لحد ما بيوصل لمكان نقطه التقارب، فبيروحوا كلهم على هناك بسرعه، وده لانهم عارفين ان مالكيز هيوصل للمكان ده في وقت قريب. وبيكونوا حاطين خطه عشان يخلوا مالكيز يتوه ما بين البوابات الزمنيه اللي في الكون. وفي مملكه اسجارد بيدخل حارس السجن على اودن وبيحكي له على كل اللي حصل في كوكب الظلام، وبيقول له ان لوكي ضحى بحياته عشان ينقذ اخوه. فبيحزن اودن بسبب موت لوكي، وساعتها بتظهر في عيون الحارس نظرة الانتصار. وبنفهم هنا ان الحارس ده هو لوكي اصلا، وان لوكي استخدم قوة السحر عشان يزيف قصة موته. وبنرجع لكوكب الارض وبتوصل سفينة مالكيز لمكان نقطة التقارب. واول ما بينزل مالكيز من السفينة بيلاقي ثور قدامه، فبيشتبك معاه في معركة قوية. وقتها بتبدأ جين تستخدم قوة الجهاز اللي معاها وبتقدر انها تخفي رجالة مالكيز في بوابات زمنية بعيد عن الكون كله. وساعتها ثور ومالكيز بيتنقلوا ما بين الكواكب
اثناء القتال، وبيستغل مالكيس الفرصه دي وبيبعد ثور عنه. وبعدها بيرجع مالكيس لكوكب الارض تاني وبيبدا ان هو ينشر قوه الايثر ما بين الكواكب التسعه. وبيجي ثور وبيشوف العاصفه اللي حوالين مالكيس وبتقول له جين ان الاجهزه اللي معاها ممكن تدمر مالكيس، ولكن المشكله ان محدش هيقدر يدخل قوى العاصفه بتاعه الايثر. وبيقول لها ثور ان هو هيقدر وبياخد منها الاجهزه وبيدخل جوه العاصفه. وبعدها بيرمي الرمح اللي فيه الجهاز بتاع جين على مالكيس، ولكن مالكيس بيمسك الرمح وبيسخر من ثور. وفي اللحظه دي جين بتفجر الرمح عن بعد، فبيختفي دراع مالكيس اللي كان ماسك بيه الرمح. فبيتصدم مالكيس وما بيكونش مستوعب ايه اللي بيحصل. فبيقول له ثور ان هو يقطع جسمه وهيخفي كل حته من جسمه جوه ثقب اسود. وبعدها بيرمي عليه رمح تاني وبيصيب مالكيس في كتفه، وكتف مالكيس بيختفي. وبالرغم من كل ده بيقف مالكيس قدام ثور وبيقول له ان هو مش هيقدر يدمر قوه الايثر مهما عمل. وبيطير ثور في الجو وبيطعم مالكيس باخر رمح معاه، وفي نفس الوقت بيضربه بالمطرقه ضربه قويه وبيدمر قوه الايثر. وقتها بيطير مالكيس وبيتخبط في السفينه بتاعته وبتبدا السفينه تنهار وبتكون هتقع على ثور واللي بيكون وقع على الارض وفقد وعيه. فبتجري جين بسرعه علشان تبعد ثور ولكنها بتفشل، فبتستسلم جين لمسارها وبتقرر تموت مع ثور. ولكن بيظهر إيريك وبيستخدم جهاز جين وبينقل مالكيز هو والسفينه بتاعته لكوكب الظلام، وهناك السفينه بتقع على مالكيز وبتموته. وبعدها بيفوق ثور وبتكون جين فرحانه جدا وبتحضنه. وبعدها بنروح لمملكه اسجارد، وهناك ثور بيقابل اودن وبيعتذر له لان هو خالف الاوامر بتاعته، وبيفهمه ان هو عمل كده عشان ينقذ الكون من شر مالكيز. فبيقول له اودن ان هو فخور بيه وان هو دايما بيثبت له ان هو احق واحد بعرش المملكه. ولكن ثور بيقول له اودن ان هو مش مهتم يكون ملك اسجارد، وان لوكي لو كان موجود كان هيبقى حق منه بالعرش. وبيكمل ثور كلامه وبيقول له اودن ان هو هيكتفي بدور المحارب، وده عشان يحافظ على السلام ما بين الكواكب التسعه. وبيقول له ان هو هيعيش على كوكب الارض مع حبيبته جين. فبيحترم اودن رغبه ثور وبيوافق على كلامه. ولكن بعد ما ثور بيمشي بنعرف ان ده مش اودن اصلا، وان لوكي كان منتحل هيئته. وبيكون لوكي مبسوط جدا لان هو هيكون ملك مملكه اسجارد. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. واي افلام اكشن او ابطال خارقين حابين نلخصها اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنوا الجزء الثالث من ملخص فيلم ثور راجناروك، اقوى فيلم في السلسله.